بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا ومرحبا بكم أيها السادة الكرام إلى هذا اللقاء الفني الخاص والمميز في أيام عيد الأضحى المبارك. عيد سعيد وكل عام وأنتم بألف خير. هي المفاجأة السارة التي ارتأيناها أن تكون هدية منا لكم جميعا في هذه الأيام المباركة التي نعيشها وإياكم. إنه المنشد الجزائري المعروف حسام الجزائري أو حسام بولغب. مرحبا بك فناننا في هذا اللقاء، سعداء جدا بهذه الجلسة في هذه الأيام المباركة التي نعيشها والسادة المستمعين في عيد الأضحى المبارك. تقبل الله منا ومنكم وعيد مبارك سعيد للجميع إن شاء الله. إن شاء الله. إذن هي مفاجأة سارة هكذا ارتآها الفنان أن تكون منه لكافة محبيه، لكافة مستمعيه، لكافة أيضا محبي هذا اللون الراقي إن صح التعبير، الكلمة الجميلة والطيبة والكلمة الصادقة مع اللحن المميز الخاص في هذا الألبوم الذي خصصته لمختلف الطبوع الفنية التي تزخر بها الجزائر ككل، يعني من شاوية محلية تراثية ومن أيضا موسيقى تاريخية شاوية وهرانية وغيرها من الطبوع التي قدمتها في هذا الألبوم. نعم طبعا هو فعلا ألبوم يمس كل الجزائر، يعني هو لكل الجزائريين طبعا بدون تفريق وبدون يعني أدنى تميز بين الجزائريين، فهو يمثل تراث بلادنا الجزائر. نعم 48 ولاية يعني تقريبا. الحمد لله. طيب فنان، يعني كيفاش فكرت أنك احنا نعرفوا بأنه الإنشاد يتميز بإيقاع واحد فقط، ولو أنه فيه بعض الفرق المحلية حاولت أنها تؤدي الطابع المحلي أو تجسد الإيقاع المحلي في هذه الأناشيد. أنت يعني تميزت، لم تكتفي فقط بطابع واحد، ولكن اشتمل هذا الألبوم جميع الطبوع الفنية التي يزخر بها الوطن. فعلا الحمد لله، هذا بتوفيق من الله عز وجل أنه وفقنا أننا عملنا هذه الألوان المختلفة. والألبوم أصلا هو بعنوان ألوان جزائرية. أيوة. وهذا الألبوم هو أول ألبوم لي سيخرج للسوق في مسيرة فنية، يعني أكثر من 18 سنة في الإنشاد. أي ما شاء الله. فصراحة الاحتكاك والمدة الزمنية وتعارفنا مع الفرق الجزائرية المختلفة خلتنا نكتسب هذه النظرة لمختلف الطبوع الجزائرية، وخلتنا ربما ناخذ أكثر ثقة في الأداء، والأذن الموسيقية تشبعت بهذه الطبوع المختلفة. نعم. فهذا طبعا ما أعطانا دافع معين حتى نتقدموا للاستوديو ونخرجوا هذا الكوكتيل الفني المختلف لكل ربوع الوطن من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق للغرب، طبعا لنبرز غناء الجزائر الفني والموسيقي والتراثي وغيرها إن شاء الله. نعم، وحتى أيضا نعطي لهذه الطبوع حقها في الإنشاد أيضا. طبعا التراث أو اللون الفني، التراث الجزائري هو ملك للجميع وليس حكر على أي أحد، وكل واحد عنده حق باش يغنيه، وكل واحد عنده حق باش ينشد فيه. فالحمد لله احنا حاولنا أننا نقطف من كل بستان زهرة. نعم. على وعسى يكون ألبوم خفيف وحلو على الناس، والناس تتمتع به، وكل واحد كما يقولوا نعطوها هواه كما يقولوا إن شاء الله. وانت خيرت أيضا الوقت المناسب لإخراج هذا الألبوم طبعا، يعني في الحمد لله الأيام المباركة. طبعا ما فيش شك على أنه ما فيش أيام أفضل من هذه الأيام المباركة وأيام سعيدة إن شاء الله للجميع. عيد أضحى مبارك وإن شاء الله ربي يتقبل من الجميع. ففعلا كانت فرصة طيبة أنه الفرحة فرحتان، فرحة العيد وفرحة إخراج الألبوم، والحمد لله ربي يوفقنا إن شاء الله، وإن شاء الله نكونوا في المستوى والمستمع يرضى بالمنتوج هذا الفني إن شاء الله. إن شاء الله. طيب سنتحدث عن هذا الألبوم بكل تفاصيله. في البداية نتحدث عن الكلمات هل هي من نفس أفكار حسام الجزائري أم هي مستمدة من التراث أم من شعراء المناطق المعروفة يعني بشعرائها الفحول؟ نعم فعلا هو أغلبية الألبوم هو مقتبس من التراث الجزائري، يعني نعم. الكلمات هي موجودة أصلا في التراث واللحن موجود، يعني أيوة. الكلمات والألحان هي من التراث، والتراث يعني هو ملك للجميع أكيد. ما فعلته هو أني طورت فقط هذا التراث الذي ربما الأعمال الفنية هذه أنه سبقوني مثلا الفنانين من قبل أدوها بطريقة معينة، فأنا حاولت أنني أطور
فنيا وموسيقيا وحتى في الأداء. حاولت أن أعطي لمسة لكل نمط ولكل لون من الألوان المختلفة، حاولت نعطي فيه لمسة جديدة في التوزيع وفي الأداء وفي الأخر، حتى تكون عنده روح، ونقدمه في طبق يكون جميل أيضا للناس إن شاء الله. نعم. طيب، ما دامت يعني الكلمات من التراث فنانة، هل يعني كل منطقة أخذت منها طابع فني ويعني استخدمته في الأغنية هذه أو في الأنشودة هذه، قمت أيضا يعني اختيار حتى الكلمات تكون من تلك المنطقة؟ طبعا هو مختلف الأناشيد ومختلف الأغاني اللي سيستمع إليها المستمع الكريم هي من كما ذكرت من التراث من مختلف ربوع الوطن. أيوة. نأخذ الشرق، نأخذ الغرب، نأخذ الجنوب، نأخذ الوسط. ففعلا أنا كل منطقة فيه كلمات معينة لشعراء قدماء نسجوها، وفيها ملحنين قدماء حتى كانوا جدودنا القدام يعني تركوا أعمال فنية راقية جدا، مثل عرعارية تاع المسيلة في الطابع النايلي، نشيد هايل بزاف يعني ما شاء الله، نشيد ثوري يوصف الثورة ويوصف الجهاد ويوصف المجاهدين كيفاش كانوا يعني، وكلمات بسيطة جدا وتوصل للقلب طبعا. تلتمس فيها البساطة ما شاء الله، كما يقول لك يما العجوز طيبين الحليب وخبزين الكسرة، أي جاتنا لاجيبة يا كبر كبرة وعينا ربي عين. وراح نستمعوا لهذا اللون الجميل في هذا اللقاء اللي راح دائما نتواصلوا فيه مع السادة المستمعين والمستمعات إن شاء الله. سيد الكونين والثقلين نبي محمد عليه صلوا. 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 سيد الكونين. طيب فنانة، دائما مع هذا الألبوم الجديد في البداية راح نسمعوا السادة المستمعين والمستمعات أول طابع وهو طابع وهراني. معليش تعطينا الكلمات، التوزيع الموسيقي واللحن. أول النشيد هذا هو بعنوان قوم صلي للمنشد اللي نحترمه كثير ونعزوه ونحبوه، المنشد جلول. هو كان مغني وكان في عالم الراي، ولكنه دخل لعالم الإنشاد وبحمد الله وقوته وأبدع فأدى هذا النشيد. هو أدى مجموعة من الأناشيد في ألبوم جميل جدا، فأنا اخترت واحدة من هذه الأناشيد وعودتها. فهذا تكريم للمنشد جلول وترحيب به بيننا كمنشدين. نعم، وراح نستمعوا لمقطع من طبعا. هذا الإنشاد. طبعا. لا إله إلا الله أكبر قوم صلي يا غفلان. لا إله إلا الله أكبر قوم صلي واخزي الشيطان. لا إله إلا الله أكبر قوم صلي يا غفلان. لا إله إلا الله أكبر قوم صلي واخزي الشيطان. لا إله إلا الله أكبر قوم صلي يا غفلان. لا إله إلا الله أكبر
طيب راح نعاود نرجعوا لك فنان بعد أننا استمعنا لهذا الطابع الجميل، طابع وهراني ما شاء الله، وفي كلمات جميلة وجميلة جدا. طابع آخر يعني قدم في هذا الألبوم وهو الطابع المسيلي أو النايلي، وهو يعني غالبا يعني ربما مفقود في الساحة الفنية إن صح التعبير، يعني حتى يعني مختص في التراث فقط، يعني ما فيش فنانين ربما قلال اللي راهم يؤدوا هذا الفن النايلي. صح أكيد. منطقة المسيلة أو ما يسمى الحضنة عندها واحد التراث جميل أنا عجبني وأبهرني، يسمى التراث النايلي. أيوة. ومنطقة المسيلة على فكرة هي منطقة غنية بالأصوات الجميلة، منطقة جميلة جدا في الأصوات، والدليل ومنطقة جميلة أيضا حتى طبعاً يعني أنا زرتها مناظرها جميلة. طبعا أنا زرتها واكتشفت جمال الطبيعة وجمال ناسها، ناسها طيبين وناس مضيافين وناس طيبين، يعني ربي يبارك. ونحيي عبر إذاعة أضرار إذاعة الجزائر من أضرار أحبابنا في المسيلة كلهم، يعني أحبابنا المنشدين اللي نعرفهم ثم كلنا نحييهم، فرقة البهاء بوسعادة، الأستاذ إسماعيل يلس اللي هو فنان معروف وإنسان مقتدر، يعني نحييه كذلك. فالمسيلة هي كما يقال هي قنبلة فنية جزائرية بيتم معنى الكلمة، يعني أصوات وتراث وكذا. ولما نتكلموا على الأصوات ونتكلموا على الإنشاد نربط الموضوع بمنشد الشارقة، وينشرفونا 3 منشدين من المسيلة. نجيب عياش من المسيلة ادى المرتبة الأولى، وبعدين عبد الحميد بن سراج من المسيلة، وآخر واحد هو المنشد علي صحراوي ادى المرتبة الثانية. هذا أكبر دليل على أنه 3 منشدين في برنامج دولي من منطقة واحدة، أكبر دليل على أنها فعلا في أصوات. فأنا ارتأيت أني المسيلة عجبتني كثير، وهذا الأحباب والأصدقاء نحييهم كلهم، تربطنا بهم علاقة طيبة منهم من زمان. فالحمد لله أخذنا هذا النشيد الجميل اللي يسميوها العرعرية. أيوة. واللي يقولوا فيه اللي نظموه بكري في جدودنا وفي التراث وكذا، يقولوا وانت العرعرية، يعني يقصدوا نبتة العرعار اللي نايضة ثم، يقولوا وانت العرعرية نحرقك بالنار، بينتي الطيارة وضربنا ليشار. كأنهم هم كانوا محتامين في نبتة العرعار، ونبتة العرعار شغل فضحتهم، وين الطيارة الفوق في السماء شافتهم المجاهدين انهم مختابين تحتها، فأعطت الإشارة للشار الدبابات، وين الدبابات تضربهم، فكانوا يكتبوا عليها وانت العرعارية نحرقك بالنار، بينتي الطيارة وضربنا ليشار، هيا كبر وعين ربي عين. فهذا النشيد جميل جدا، نشيد ثوري يوصف الملحمة الثورية الجزائرية، فما شاء الله يعني. نعم، شيء جميل يعني أنك يعني حتى الحديث عن الثورة يجسد في هذه الكلمات ويؤدى في شكل أغاني أو أناشيد، ما شاء الله يعني. الحمد لله طبعا، شيء جميل أكيد. جدا أكيد طبعا. رايحين نسمعوا السادة المستمعين مقطع من هذا الطابع المسيلي والنايلي وانت العرعرية، ثم نعود للسادة المستمعين. الله 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 ربي. وانت العرعرية يا نحرقك بالنار، وانت العرعرية يا نحرقك بالنار، نحرقك بالنار. هيجت الطيارة يا وحدها لشار، هيا كبرها وعين ربي عين. وانت العرعرية يا نحرقك بالنار، وانت العرعرية يا نحرقك بالنار، نحرقك بالنار. هيجت الطيارة يا وحدها لشار، هيا كبرها وعين ربي عين. والجند اللي جانا يا جانا للدار، والجند اللي جانا يا جانا للدار، جانا للدار. 3 قومية يا والرابع كوم صار، هيا كبرها وعنا ربي عين. وانت العرعرية يا نحرقك بالنار، وانت العرعرية يا نحرقك بالنار، نحرقك بالنار. هيجت الطيارة يا وحدها لشار، هيا كبرها وعين ربي عين. وانت العرعرية يا دربتي الأعراف، وانت العرعرية يا
يا شعمي روشك ملد نور راف يا كبر كبراها وعين رابعين وانت العرعرية يا لحقك بالنار وانت إذا معك دائما فنان حسام الجزائري. طبعا اهلا وسهلا. مرحبا بك مرة أخرى في طبعاً. هذا اللقاء المميز، وصحة عيدك مرة أخرى، كل عام وأنتم بخير. كل عام وانتم بخير ان شاء الله. طابع آخر يميز هذا الألبوم وهو الطابع الحوزي ولا التلمساني المعروف في منطقة تلمسان. نعم صح. يعني ما شاء الله أنت أيضا يعني حاولت أنك تؤدي هذا الطابع في أناشيدك. طبعا هو التلمساني أو الحوزي هو من الموسيقى الأندلسية الجميلة. وأنا في وقت مضى في خلال مسيرتي الفنية الإنشادية يعني طويلة كنت أميل نوعا ما إلى هذا الطابع، يعني أختص في أدائي أو أختص في أناشيدي في هذا الطابع. يعني نحب الموسيقى الأندلسية ونحب الطابع الحوزي، فكنت كثير من الأناشيد ننشدها بالحوزي. موسيقى جميلة جدا ومدرسة قديمة وحريقة وعندها تاريخ، ونشترك فيها نحن المغرب العربي مع إخواننا المغاربة كذلك. فالموسيقى المغربية الأندلسية هي من نفس فرع الموسيقى الأندلسية الجزائرية، تقريبا أصل واحد، فقط الفروع تختلف. ففيها الحوزي، فيها المالوف في قسنطينة، فيها كذلك في البليدة في الجزائر، فيها كذلك طبوع جميلة جدا في الحوزي. نعم. فالحمد لله أنا اخترنا أنشودة واخترنا ثراث وطابع تلمساني جميل جدا، كلمات وألحانا من الثراث الحوزي. فنتمنى إن شاء الله السادة المستمعين يتمتعوا به أيضا إن شاء الله. كما سمعوا اللي من قبل، إن شاء الله يكون في المستوى إن شاء الله. موجود الصعوبات فنان يعني في أداء هذا اللون؟ الحمد لله، بالعكس أنا قلت لك كنت نحبون أدي كثير الحوزي. ما شاء الله. الحمد لله تبارك ما الله. شاء الله. راح نسمعوا هذا الطابع. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله والسلام من عند الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله والسلام من عند الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله والسلام من عند الله. بسم الله بديت المجد الصلاة على محمد، رضا على أصحابه والجد كل من طاع الله واسماه. يحكي يا طه بمديحك سبت نزاها، سعد من الهوى قراها على وجود الحق المرضى. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله وسلام من عند الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله وسلام من عند الله. بسم الله بديت المجد الصلاة على محمد، الرضا على أصحابه والجد كل من طاع الله واسماه. ضحك يا طه بمديحك سبت نزاها، سعد من الهوى قراها على وجود الحق المرضى. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله وسلام من عند الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله وسلام من عند الله. لو وجود الحق سغالي الجديد بعته بالبالي، عليك يا تاج الارسالي يا شافع يا عظيم الجاه. يا شافع يا نور الحق خفت روحي ما تسهى، خايفين من سهام الصدق لاولادي يقولك شواه. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله وسلام من عند الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله وسلام من عند الله. وجود الحق سغالي الجديد بعته بالبالي، عليك يا تاج الامثالي يا شافع يا عظيم الجاه.
نعود لك مرة أخرى فنان حسام الجزائري في هذا اللقاء الخاص والمميز وفي أيام عيد الأضحى المبارك، هدية منك للسادة المستمعين والمستمعات في هذا اللقاء. إذا من الطابع الحوزي التلمساني إلى التراث الشاوي المعروف أيضا، منطقة الشاوية معروفين بالكثير من الألوان والكثير من الطبوع والكثير من القصائد الشعرية التي تؤديها الفرق هناك، خاصة اللون الشعبي هناك. فعلا التراث الشاوي كذلك تراث كبير، والناس كل تعرفها. لما تسمع تروح مثلا لأي واحد شخصية برا أيا كان تقول له التراث الشاوي يقول لك القصبة والبندير والبارود. ففعلا علاه يقول القصبة والبندير والبارود، وممكن يقول لك حتى البرنوس، يقول لك الرزة الصفراء. علاه لأن هذا الطابع هو يمثل الشاوي. وفعلا هذا وش عملنا احنا. كاين نشيد جميل جدا يسموه الطلبة العلماء، نشيد رائع وجميل وكلمات راقية وعندها معاني جميلة. فالحمد لله رحنا للشاوية وأخذنا هذا النشيد وأديناه، وإن شاء الله نكونوا في المستوى اللي يليق بهذا النشيد إن شاء الله. نعم، وأنت تميزت أيضا فنان في هذا الألبوم أنك يعني لكل طابع وضعت له لباسه الخاص. نعم والمميز، سواء كان طابع وهراني ولا مسي ولا حوزي ولا تلمساني ولا تواتي اللي رايحين نعاودوا نروحوا له، ولا حتى الترقي. طبعا إن شاء الله. وهذه الألبسة السادة المستمعين يقدروا يروحوا للصفحة الشخصية تاعي في النت، الفيسبوك أو على اليوتيوب، يعني يكتبوا الفنان حسام الجزائري ألبوم ألوان جزائرية، ويشوفوا الفيديوهات اللي منزلها هناك ان شاء الله، ويشوفوا الالوان ويشوفوا الطبوع ويتمتعوا ان شاء الله. يتمتعوا ان شاء الله بالسماع ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. ها الطلبة ها العلماء علموني في كلام الله، علموني في كلام الله، علموني في كلام الله، باش ندخل باب الجنة، باش ندخل باب الجنة. الطلبة العلماء علموني في كلام الله، علموني في كلام الله، علموني في كلام الله، باش ندخل باب الجنة، باش ندخل باب الجنة. الطلبة العلماء علموني في كلام الله، علموني في كلام الله، علموني في كلام الله، باش ندخل باب الجنة، باش ندخل باب الجنة. وعزوا عليا العساسة، عزوا عليا العساسة، عزوا عليا راني حواسة، طريقة ظلامت في بلاد الناس، طريقة ظلامت في بلاد الناس. عزوا عليا العساسة، عزوا عليا العساسة، وعزوا عليا راني حواسة، طريقة ظلامت في بلاد الناس، طريقة ظلامت في بلاد الناس. وها الطلبة ها العلماء. إذن بعد التراث الشاوي نتحدث عن تراث المنطقة، تراث أضرار تزخر بطبوعها الفنية بكل ما تحمله أضرار من تراث زاخر، سواء كان إيقاع القرقابو، أهليل، الطبل، الركبية، إيقاع الأيشو، يعني الكثير من الإيقاعات تزخر بها المنطقة. وأنت اخترت إيقاع خاص بالمنطقة مميز، لما يسمع الإنسان سبحان الله يحس بواحد الإحساس جميل، طابع ذو طبل ثم أهليل، يعني مزجت بين الطابعين في هذه الأغنية الجميلة. وفعلا أنا نسميها محاولة
محاولة إن شاء الله وأنا تكون أعتبرها ناجحة. إن شاء الله تكون في المستوى. علاش راني ضيف عندكم وانتم أهل المنطقة وأدرى وأخص مني وأعلم مني بالثورات التوات. نعم. أنا نسميها محاولة فنية نهديها لكل سكان ولاية أدرار ولكل منطقة توات. إن شاء الله نكونوا قدمنا الألوان اللي حكيت عليهم، وإن شاء الله يكونوا تقدموا في طبق جميل وأعطيناهم حقهم الفني وما ارتكبناش أخطاء معينة ولا قدمناهم بطريقة تقلل من مستوى التراث توات لولاية أدرار. فعلا كلمات مقتبسة كانت موجودة، سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، يعني معروف الكلمات. نعم. فقط درت فيها لمسة فنية في التلحين ودرت فيه تغيير في التلحين فني. إن شاء الله السادة المستمعين يرضوا علينا في هذه المحاولة الفنية إن شاء الله وتليق بهم إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. رايحين نسمعوا هذا الطابع ثم نعود. والصلاة عليك أزين العمامة رسول الله شفيع القيامة. والصلاة عليك أزين العمامة رسول الله شفيع القيامة. والصلاة عليك أزين العمامة رسول الله شفيع القيامة. أمن هو واحد أزين العمامة. من هو واحد أزين العمامة. أمن هو واحد أزين العمامة. وحد هو الله شفيع القيامة. وحد هو الله شفيع القيامة. والصلاة عليك أزين العمامة رسول الله شفيع القيامة. والصلاة عليك أزين العمامة رسول الله شفيع القيامة. أمن هما الاثنين أزين العمامة. من هما الاثنين أزين العمامة. أمن هما الاثنين أزين العمامة. أدم وحواء شفيع القيامة. أدم وحواء شفيع القيامة. والصلاة عليك أزين العمامة رسول الله شفيع القيامة. والصلاة عليك أزين العمامة. رسول الله شفيع القيامة. أمن هما ثلاثة أزين العمامة. من هما ثلاثة أزين العمامة. إذن آخر ما تفضلت به فنان حسام الجزائري في هذا الألبوم هو الإيقاع التارجي بما يتميز به هذه الموسيقى الجميلة والتي رقت رواجا كبيرا يعني في السنوات الأخيرة بفضل ربما الفنان عتمان بالي رحمه الله نعم وغيرهم من الفنانين الذين قدموا لهذا اللون الكثير فعلا. من الكلمات لمحبي هذه الألوان الجميلة ألوان الترجية. فعلا على ذكر فعلا الموسيقى الترجية موسيقى جميلة جدا فعلا، ونتمنى إن شاء الله أننا قدمنا إضافة للإنشاد بحكم أنها تجربة إن شاء الله. نتمنى أن الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وتكون موفقة على أننا استغلينا الموسيقى الترجية في الإيقاع وفي الموسيقى ووظفناها في الإنشاد حتى يستفيد هذا الفن الجميل من كل الموسيقى أو من كل الألوان الجزائرية. نعم. على ذكر عميد الموسيقى الترجية الفنان عثمان بالي رحمه الله. أنا كانت لي زيارة لمدينة جانت أيوة. الساحرة، وكانت هذه الزيارة في إطار أسبوع المولد النبوي الشريف. أيوة. وكانت هذه الزيارة رفقة مجموعة الأفراح الفنية لولاية أدرار. أيوة. حين يعني رافقتهم هناك وأقمنا أسبوعا كاملا بمجموعة من الحفلات. نعم. فلما اكتشفت جانت لأول مرة عرفت الموسيقى الترجية فعلا، ووصلت حتى للواد اللي توبه
الفنان عثمان بالي رحمه الله. نعم. كيف وصلنا بالسيارة السائق قال لنا هنا توفى الفنان وهنا توفى الشيخ، وحكينا كيفاش توفى والواد كيفاش فاض. وفعلا نتمناو يعني نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة أنه يرحمه ويرحم جميع موتى المسلمين. فعلا فنان كما يقولوا المصريين فنان بجد، فنان بجد، تألق وأبدع فعلا. يعني برافو، يعني يعطيه الصحة. قدم موسيقى جميلة جدا ورائعة وهائلة، والموسيقى الترقية اللي يسمعها هي عنوان للراحة، تعطيك راحة معينة في السماع، وتعطيك كما يقولوا أريحية، وعندها ذوق جميل جدا. فأنا حاولت أني أقتبس من هذا الموسيقى الجميلة جدا من تلك النقطة في الجزائر اللي جاية في الحدود الليبية، مدينة جانت وحتى تمراس، لأنها منطقة مشتركة بيناتهم، وهذا الطابع مشهور ثم يعني في هذه المنطقة. حاولت نقتبس منه شيئا من الموسيقى وشيئا من الإيقاع، وحطيته على نشيد معروف في الكلمات هو والصلاة عليك. والصلاة عليك زين الأمامة، هذا نشيد معروف وأدوه كثير من المنشدين وكثير من الألحان، ووصل الأمر على ذكر والصلاة عليك، وصل الأمر حتى إلى الشيخ منير عقلة اللي هو شيخ الإنشاد في سوريا. لما جاء البشار وفرقة الأشواق نوجه لها التحية، لما أقامت هناك مهرجان وعرضت الشيخ منير عقلة لولاية بشار، لما سمع النشيد هذا تفتن به. ما شاء الله. واش دار؟ راح أداه في سوريا، عاود النشيد والصلاة عليك، لكن ما أداش يعني باللكنة الجزائرية وبالمقام الجزائري، يعني لأنه صعب شوية البنتاتونيك والمقامات الخماسية، هو ما أدي في المقام الخماسي البنتاتونيك. فالشيخ منير عقلة ما أداش، ولكن أعطاه روح والصلاة عليك. فهذا يعني أكبر دليل على أنه يعني بلادنا فيها خير كبير، وطبعا فيها ما لا يستهان به. نعم. والحمد لله. ولا بد من نفض الغبار على كل هذه طبعا التجربة. أكيد. أنا هذا وش عملت، يعني أخذت هذا النشيد الجميل في الكلمات ونشيد راقي جدا، ووضعت له بعض لمسات في الموسيقى الترقية في الإيقاع، وأعطيته واحد الروح جميلة جدا، ودرت فيه لمسات إن شاء الله السادة المستمعين سواء كانوا هنا في توات ولا في تمراست ولا في جانت ولا في كل الجزائر اللي يحبوا الموسيقى الترقية إن شاء الله يليق بهم ويكون في المستوى، وإن شاء الله نكونوا قد وفقنا إلى حد ما حتى نبلغوا هذا الفن إن شاء الله للجميع إن شاء الله. طيب سنتحدث عن الفريق المتكامل لهذا الألبوم حتى ينجح يعني 100%. أكيد فيه كما ذكرت الكلمات كما ذكرت هي من التراث، ولكن لابد من موسيقيين، توزيع موسيقي، من يقوم بتصحيح ربما بعض الأخطاء إن صح التعبير. حدثنا عن هذا الفريق. فعلا هو أصلا أنا قبل دخولي للاستوديو كان من وراء مجموعة من الأصدقاء والمنشدين والفنانين المحترمين جدا، أصدقائي هم اللي يعني دفعوني باش نسجل الألبوم. نذكر على سبيل الذكر مش الحصر، يعني عدد منهم كبير. نذكر صديقي وزميلي الفنان عثمان بن سعد، ابن مدينة بشار، اللي هو خرج يعني 2 فيديو كليب وعنده أعمال فنية جميلة جدا. نذكر كذلك الأستاذ يوسف السلطاني، معروف يعني مختص في المقامات والموسيقى وعضو لجنة التحكيم في تاج القرآن الكريم. نذكر كذلك الأستاذ إسماعيل يلس في المسيلة، اللي هو أستاذ موسيقي وملحن وفنان مقتدر ربي يبارك فيه، وعضو لجنة تحكيم ألحان وشباب. ونذكر كذلك الأستاذ خالد منصور، اللي هو رئيس جمعية الإبداع الفني ومحافظ مهرجان سكيكدا الدولي للإنشاد. فكل هذا والكثير يعني وغيرهم يعني القائمة طويلة، فأنا قلت على سبيل الذكر وليس الحصر. فهادو يعني دفعوني باش ندخل الاستوديو، قالوا لي لاش ما تديرش يعني ألبوم. نعم، خاص بحسام ألبوم فقط. أما التصور هذا أنا اللي وضعته. ما شاء الله. فأنا وش قلت مسيرة 18 سنة وصولات وجولات في الشرق وفي الغرب وفي الجنوب، يعني درنا ما شاء الله، عقمنا حفلات ما شاء الله. سنتحدث عن هذه المشاركة. فالحمد لله
هذه الخبرة الفنية وهذه التجارب الفنية اللي درنا، قلنا وعلاش لا توجهها نثمنوها بهذه الألوان الجميلة إن شاء الله. نعم، شيء جميل ما شاء الله عليك. طيب سنتحدث عن هذه المشاركات. فنان، كانت لك مشاركات كثيرة وكانت آخرها يعني في شهر رمضان لما أقمت حفلة هنا في أضرار. كان حفلات. نتحدث عن هذه المشاركات. نعم فعلا هي المسيرة الفنية طويلة، يعني فيها 18 سنة تقريبا، في حدود 18 سنة. آخر مرة كانت ليالي رمضان هنا بأضرار، أقمنا حفلات هنا على تراب الولاية، وبعدين سافرنا لسكيكدا المهرجان الوطني الأنشودة والمديح في النسخة 10 وين أقمت حفل الاختتام. ما شاء الله. وكاين حفلات أخرى يعني أقمناها هنا وهناك في مختلف الولايات الوطنية يعني ما شاء الله. نعم. على أن تتوج إن شاء الله يعني مشاركات أخرى خارج الوطن عن قريب. في مشاركة. العام الماضي أقمت حفل في مصر في القاهرة، حفلين. أقمت حفلين هناك بالقاهرة، في الأول في مسجد الصحابة اللي هو مسجد عريق جدا في القاهرة، والثاني في حي من الأحياء الجميلة هناك في مصر كذلك. وكان الجمهور المصري يعني فاجأنا يعني صراحة بالذوق الفني، لأن الجمهور المصري جمهور فنان يعني. الجمهور اللي يعيش مع صباح فخري وأم كلثوم وعبد الحليم حافظ تنتظر منه كل شيء، يعني جمهور ذواق جدا. وفعلا كنا يعني كانت مفاجأة لك فنانة؟ طبعا كانت مفاجأة، وكان عندنا خجول يعني أول حفل تقيمه خارج الجزائر في دولة وفي الدنيا في مصر. وين في مصر؟ فأنا لما قدموني الحفل وقدمني المنشط للحفل، الجمهور طبعا كله كان يترقب فنان من الجزائر، منشد من الجزائر. فأنا وش قلت لهم أنا ما راحش نبدأ نأدي لكم من التراث الجزائري. قلت لهم أنا راح نبدأ من الرائعة الجميلة اللي خلتها أم كلثوم: ولد الهدى في الكائنات ضياء. فالقاعة كانوا انفجرت بالتصفاق وكذا، وكانوا يترقبوا، والحمد لله أدينا هذا النشيد الجميل ولد الهدى، الكل يحفظه طبعا. والحمد لله يعني أدينا معنا. أضفت له إضافات في يعني في تقديم هذه القصيدة طبعا هو التقديم في الأداء فقط، لأنه المقامات العربية مختلفة طبعا. وفيها الألوان المعروفة، فيها 7 مقامات المعروفة اللي هي العجم والسيكا والكرد والحجاز والبيات والرصد والعجم. فأنا حاولت أني في الأداء أني مرة على مرة ننوع شوية، وناخذ الجمهور في مقام من المقامات العربية، لأنهم هم أدرى بالموسيقى الشرقية منا، لأن هذه تقريبا هي من الموسيقى الشرقية الجميلة والحضارة الجميلة الموسيقى الشرقية. فالحمد لله تفاعل الجمهور كان ما شاء الله يعني تفاعل كبير جدا. ما شاء الله. طيب فنان، كما قدمت هذه القصيدة ولد الهدى بمصر، ستقدم لنا مقطع على المباشر للسادة المستمعين والمستمعات. طبعا إن شاء الله. تفضل وأنت مشكور. طبعا إن شاء الله. بسم الله. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء، والعرش يزهو والحظيرة تزدهي، والمنتهى والسدرة الأسماء، والوحي يقطر سلسلة من سلسل، واللوح والقلم البديع رواء، واللوح والقلم البديع رواء.
ما شاء الله ما شاء الله عليك، بارك الله فيك وأدام الله هذا الصوت الجميل الرائع ودمت رائعا دائما فنان. كنا سعداء جدا بهذا اللقاء الخاص والمميز في أيام عيد الأضحى المبارك. هدية منا، أقول هدية منك للسادة المستمعين، كانت متواضعة وفي محلها أيضا. شكرا جزيلا لك فنان، نلتقيك إن شاء الله في فرص أخرى وفي ألبوم جديد إن شاء الله, يستوحى دائما من التراث ومن طبوع الجزائر التي تزخر بها. في ختام هذا اللقاء فنان، ربما كلمة عندك تقدمها بالمناسبة لكل السادة المستمعين وكل محبيك أيضا. طبعا أكيد. الكلمة الأولى هو نشكر إذاعة الجزائر من أضرار على هذه الاستضافة الجميلة. مرحبا. وهذه النافذة الجميلة اللي فتحتوها لنا باش نكلموا الجمهور العريض والكبير في الجزائر وفي أضرار وفي غير أضرار. متمنين لكم دوام الصحة والعافية والتميز في البث الإذاعي وفي الحصص الإذاعية وتقديم ما هو جميل للمشاهد الكريم. فما شاء الله عليكم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير على هذه الدعوة. نتوجه بالشكر الجزيل كذلك للسادة المستمعين اللي تكرموا علينا بالسماع وتكرموا علينا بالتفاعل. أكيد نتفاعلوا مع الأناشيد طبعا. أكيد في البيوت العائلات تفاعلوا إن شاء الله في بيوتهم. ونوجه كذلك التحية للوالدين الكريمين والعائلة الكريمة نتاعي، الوالدة والوالد والعائلة والإخوة وكل العائلة الكبيرة والصغيرة نتاعي إن شاء الله، اللي نتمنى أن الله سبحانه وتعالى يحفظهم ويحفظ الجميع إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. وزملائك وزميلاتك أيضا ما نسيتهمش. طبعا أكيد. الكل معني بالأمر طبعا. شكرا لك مرة أخرى. ونقول لهم كما يقولوا احنا الجزائريين نختصروا الكلمات، نقولوا صحة عيدكم. صحة عيدكم. احنا نقول لك عقوبة القابل. إن شاء الله. كل سنة وانت طيب إن شاء الله. فنان حسام الجزائري، شكرا جزيلا على هذا اللقاء. نتمنى لك التوفيق والنجاح. شكرا للسادة المستمعين والمستمعات الذين رافقونا خلال هذا اللقاء. عيد سعيد مبارك للجميع وكل عام وأنتم بألف خير. في ختام هذه الجلسة الفنية تحيات إبراهيم شرفة في تسجيل هذا اللقاء. هذه أميمة ميكروفونيا، وقد وصلتكم تحيات فنان حسام الجزائري. سيد الكونين والثقلين نبي محمد عليه صلوا. سيد الكونين والثقلين نبي محمد عليه صلوا. سيد الكونين والثقلين نبي محمد عليه صلوا. سيد الكونين عليه صلوا.
سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأهوال مقتحم عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا